مفيش رسام ولا نحات بيعرض شغله تمثال او اللوحة اللي هو عملها اول ما بيخلصها. في جزء من الكالرز وجزء من الماتيريال اللي النحات بيشتغل عليها بتاخد وقتها لحد ما الشكل النهائي بكل الالوان والتفاصيل تبان. واحنا عملياتنا اسمها نحت، سواء نحت للوش او نحت للانف او نحت للجسم. كمان انت نتيجتك مش هتبان في اول يوم ولا اسبوع، واحيانا شهر واكتر، حسب حالتك، حسب كنت عامله قبل كده او لا، حسب التفاصيل اللي احنا بنعيشها معاكي قبل وبعد وجوه الرحله بتاعتنا، حسب طبيعه جسمك وسماكه جلدك ولون الجلد. تفاصيل كتيره جدا بتفرق مع الوقت. علشان كده ما تستعجليش ابدا النتيجه، وافتكري دايما ان انت بتعملي عمليه نحت لجسمك، وغالبا بننفولف وبنشتغل على الجزء الخارجي من الجسم اللي هو الجلد، وده بياخد وقته علشان نوصل للنتيجه النهائيه اللي انا وانتي عاوزينها.